إذن عودة شكيب خليل ينتظر أن تفتح ملفا كان في خانة المسكوت عنه عنوانه جهاز الديراس الذي تحول في ظروف خاصة إلى أداة لابتزاز ولي ذراع إطارات جزائرية. فرئيس بوتفليقة وبإنهاء منظومة الحكم الموازية عاد لاعتبار كفاءات جزائرية. نتابع في تقرير أحمد حفصي. بانهيار معبد الديراس على أصنامه فتح المجال أمام عودة إطارات وكفاءات جزائرية كانت ضحية تقارير مغلوطة حملت توقيع ضباط في هذا الجهاز تحت إمرة الفريق المتقاعد محمد مدين وأذرعه المقالة. شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق الذي كان رقبا فاعلا في معادلة السوق النفطية العالمية واسم له وزن لدى كارتل النفط وجد نفسه وهو التكنقراطي في قلب صراع عصب، حرب كسر عظام دفع ثمنها غاليا كغيره من إطارات الجمهورية الذين شردت عائلاتهم وشوهت سمعتهم. ولأنه أحد رجالات ثقة الرئيس بوتفليقة شكيب خليل حطم بأياد جزائرية. شكيب خليل الذي أعاد للجزائر هيبتها في منظمة أوبك واجه حملة ممنهجة استهدفت تشويه سمعته قبيل العد العكسي لرئاسية 2014 من قبل أطراف كانت تريد قطع الطريق أمام ولاية رئاسية رابعة لبوتفليقة. زمرة من ضباط الديراس كانوا يفبركون الملفات يشوهون الحقائق، والهدف رسم صورة سوداوية حول حصيلة نزيل قصر المرادية عبر الترويج لتورط شكيب خليل في ملفات فساد وتلقي عمولات ورشاوى. المفارقة أن قصصات جرائد ورقية نشرت آنذاك تحت طلب أدانة الرجل قبل أن يحاكم. الرئيس بوتفليقة وبعد أن أنهى الحكم من وراء الستار أو بالأحرى حكم الأشباح أمر بخبرة قضائية مضادة كشفت زيف كل التقارير التي رفعت بحق شكيب خليل.